ازاي قدرت السينما تقرصن التاريخ الاسلامي؟ خليني اصدمك واقول لك ان جاك سبارو في الحقيقه هو بطل مسلم انقذ الاف المسلمين. ما تستغربش يا صديقي العزيز، في سنة 2003 بدأت سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي في العرض بكل أنحاء العالم، وبطل السلسلة دي كان شخص اسمه جاك سبارو، واللي قام بدوره الممثل المحبوب جوني ديب. والحقيقة ان الشخصية كانت ملهمة فعلا، كلنا كنا بنحبه، كلنا كنا بنتابع بقى ازاي هيسرق الذهب والقصة بتاعت السفينة وياخدها ويجري ويهرب. جاك سبارو بيندرج تحت تصنيف الانتي هيرو او نوعية الابطال اللي بيكونوا في حقيقتهم اشرار، ولكن افعالهم وتعاملاتهم بتخليهم بشكل او باخر بطل من الابطال بنحبهم، زي العصابة بتاعت لا كاسا دي بابيل. متعاطفين جدا معاهم، هم بيسرقوا الناس بس احنا متعاطفين جدا وبنحبهم، مش عايزين الحكومة تمسكهم. شخصية جاك سبارو كانت مركبة جدا بالغة التعقيد، لكنها قادرة بكل سهولة على انها تلهب الافئدة وتسرق النظر في لحظة ما، في لحظة ما تشوفها، وسببت في تعلق أطفال كتير جدا حوالين العالم بالشخصية دي. بس أنا عايز أقولك على حاجة مهمة جدا بقى، إن الشخصية دي طلعت شخصية حقيقية، وجاك سبارو كان فعلا موجود. أي نعم حقيقية بكل تفصيلة فيها، ما عدا شوية تفاصيل يعني لازم صناع السيناريو يصدروها عشان يشوهوا صورة الشخص الحقيقي. وده طبعا ليه أسباب، أولها إن الشخصية دي بشوية بحث وتدقيق كده هتعرف إنها كانت لبطل بحري مسلم. ازاي يا عم احمد الكلام ده؟ ان جاك سبارو اصلا كان مسلم وقصه حقيقيه؟ ايوه. عشان كده اخدك لسنه 1553 ميلاديا، في المملكه المتحده اتولد جاك وارد في مدينه فافرزهام. المدينه دي كانت ولحد وقتنا ده معروفه بانها منبع الخمور، وكان منتشر وسط اهلها التنافس على شربها. بنعمل يلا يا جماعه تشرب، انت تقدر تشرب كام ازازه وانا اقدر كام اشرب كام ازازه، خسران هيحاسب على الكل. اهلها بيشتغلوا بالصيد والملاحه، وزيهم كان جاك اللي اشتغل صياد مع أسرته لحد ما كبر وبقى شاب كبير معروف وسط المدينة. اترسخت طبيعي جدا جواه طباع أهل المدينة من شقاوة ومشاكسة وحب للمغامرة، وطبعا حب للخمور والمراهنات اللي عليها. بطلنا جاك وارد ده أو جاك سبارو كان معروف باسم جاك باردي بسبب حبه الشديد للطيور، ومن الحقيقة دي هتقدر تفهم ليه بعد كده بقى اسمه جاك سبارو، لأن كلمة سبارو يعني عصفور. جاك سبارو كان فعلا غرقان في شرب الخمور، وكان على طول سكران ما بيفوقش. المهم بقى يا سيدي، في الفترة دي ذاع صيت وظيفة اعتبرها جاك سبارو هي حلم حياته. ايوه، وظيفة اسمها قرصان بالتفويض من الحكومة البريطانية. يعني الحكومة البريطانية رخصت انك انت تبقى قرصان عشان تهجم على اي سفينة معادية لينا، وده غير اللي كان بيحصل بالظبط. يعني بريطانيا في الوقت ده كانت في حرب شرسة مع الاسبان اللي كانوا بيمتلكوا اسطول بحري قوي جدا، وكان صعب هزيمته بشكل مباشر. فلازم نتدحلب كده، نضحك على الناس ونخش ايه، نتخابس عليهم ونضرب. وكان ضروري جدا يتم اضعاف الاسطول الاسباني باي شكل من الاشكال. الفكره ان الحكومه البريطانيه كانت تفاديا لخطوره القراصنه، فكانت بتحاول تحجمهم من خلال انها تستخدمهم في حروب صغيره كده مع الاساطيل الاجنبيه، خصوصا الاسطول الاسباني. فطلعوا ورقه كده بقانون بيسمح للبحاره بالسطو المسلح على سفن دول الاعداء، وانهم ما يتعرضوش لهجوم الاسطول البريطاني طالما معاهم رخصه. يعني من اخر السفن المدنيه العاديه جدا بقى من حقها وامكانها انها تسطو وتهجم على اي سفينه مش بريطانيه، وبمباركه المملكه البريطانيه كمان اللي بتحمي الحق ده. ما هو طالع تصريح يا باشا. وفعلا التحق جاك سبارو بواحده من السفن المدنيه دي اللي معاها التفويض ده، وبقى شغال فيها في وظيفه احلامه، قرصان مفوض من الحكومه البريطانيه. تخيل كده الحكومه تقول لك يا باشا انت حرامي برخصه، انت قتال قتله برخصه، هتيجي بقى الاشقية هتبقى زي الفل. بس حصل كلاش صغير، لان مع صعود الملك جيمس الاول لمنصة الحكم واعتلائه وتحكمه لمقاليد الامور، قرر ان هو يلغي القرار والتفويضات دي، وانه يؤمر كل البحارة دول بالعودة فورا لبريطانيا. مين يا سيدي اللي هيتمرد ويقول لك يا عم لا مش لاعب معاهم اللعبة الامان دي، انا مش هرجع؟ طبعا هو جاك سبارو رفض القرار ده، وقرر ان هو لا، انا هفضل زي ما انا في البحر وقرصان، والحياه كده معايا ايه، زبادي بالمانجا. هو شاف انه ما يقدرش يخرج من الميه ويرجع يعيش وسط المدنيين عادي كده مره تانية. جاك سبارو في الاول هو كان يعني معترض على القرار، بس مع شويه تفكير خاف من مطاردة الأسطول البريطاني ليه، وإنه ياخد قرار معاداة مملكة ضخمة بحجم بريطانيا ما كانش سهل أبدا. وبيرجع جاك سبارو عن القرار الصعب اللي هو كان هياخده، يعمل انقلاب على البلد. الراجل بيحب الطيور والعصافير، فقال لك لا يا عم أنا إيه،
اخد بعضي وارجع وخلاص وصباح الفل. ومفيش شهور بسيطة ونشوف جاك سبارو بيرجع لبريطانيا اللي فتحت أبوابها للالتحاق بالأسطول البحري لكل البحارة والقراصنة اللي بقوا من غير شغل. وفعلا بيلتحق جاك سبارو بالأسطول البريطاني وبيخضع للتدريب، وتم وضعه في قاعدة بحرية بريطانية في مدينة بورتسموث، وكان معاه زملائه اللي كانوا معاه في المراكب وفي النوش والشقاوة. اسبوعين يا باشا، كانوا اسبوعين بس والله، عشان يصحى بقية الناس في القاعدة البحرية دي ويلاقوا ان سفينة من ضمن السفن مش موجودة ولا جاك سبارو موجود حتى. اتضح يا باشا ان هو كان بيتخابس على المساوراتي، وجاك سبارو طلع عامل حيلة في الاسطول البريطاني علشان يقدر يستحوذ على السفينة بكل هدوء. المهم جاك سبارو كان معاه شوية رجالة كده، وبالسفينة اللي كان معاه قدر ياخد عدد من السفن واحدة ورا التانية لحد ما زاع صيته في وسط البحارة، وقرر الملك جيمس الأول إنه يعين الأسطول البريطاني لمطاردة جاك سبارو. وده اللي كنا بنشوفه شوية بقى في الأفلام مع شوية تغييرات في السيناريو. وفعلا دخل جاك سبارو في مطاردات عنيفة وعديدة مع الأسطول البريطاني، قدر فيهم جاك والطاقم اللي معاه اللي كان بيكبر يوم عن التاني بالمناسبة إنه يلحق الهزيمة بالأسطول البريطاني الضخم. راجل مغامر وبتاع شقاوة. مغامرات جاك سبارو في المحيط وقتها كانت مشهورة واتسمت وقتها بعمليات التضخيم أو معارك التضخيم. أنا عايزك تنسى بقى كل الكلام ده واخدك كده في المركب بتاعتي ونطير مع بعض على العالم الإسلامي اللي كان معروف بامتلاكه واحد من أكبر وأضخم الأساطيل البحرية، وكان في تونس والجزائر. فأنت لو مكان جاك سبارو وقتها وبيطاردك الأسطول البحري البريطاني هتعمل إيه؟ أكيد هتاخد بقى سكة بعيد عن الناس دي وهتروح لحد بيعادي اصلا بريطانيا والناس دي كلها. هتهرب هناك بالسفن الصغيره بتاعتك. وفعلا طلب وقتها من الوالي العثماني في تونس ان هو يامنه، وطلب منه الامان، وفعلا استقر في تونس عشان هنا يبدا فصل جديد جدا في حياه جاك سبارو. كل واحد في حياتنا دايما على مدار حياته بيكون في النقطه دي بتغير حياته بشكل مختلف تماما. نقطه بتغير حياتك للابد وبتوريك مدى تناقضها مع حياتك اللي قبلها، وبتدرك مدى تضادها مع الحياة اللي انت كنت عايشها. لما وصل جاك سبارو تونس أدرك كويس جدا مدى تباين واختلاف حياته عن الحياة وسط مجتمع إسلامي شتان الفارق. عاش وتعايش معاه وشاف مدى الاحترام والقواعد اللي بيطبقها البشر على بعضهم من غير رقابة أو الامتثال لشيء أقوى من القانون الأرضي، الدين والتدين. جاك سبارو اللي نشأ وسط القراصنة والسارقين والملذات والخمور أدرك مدى إهدار حياته بالشكل المزري اللي كان حاصل، وشكر الظروف اللي قادته لأنه يكون متواجد في بلد زي تونس. المهم يا سيدي إن جاك سبارو وقتها انبهر جدا بالدين الإسلامي وتعاليمه، وأول حاجة هو قرر إن هو يعملها إن هو يمتنع تماما عن شرب الخمور، وبدأ يسمع القرآن ويشوف ويستكشف الدين الحنيف من حواليه. حس إنه من جواه فعلا عايز يكون شخص غير اللي طول عمره كان عليه قبل كده، وان باب الهدايه للدين الحنيف اتفتح له وما كانش ينفع يقفله او يرده. ولحد ما في يوم دخل لاحد المساجد واعتنق الدين الاسلامي فعلا، وبقى اسمه يوسف رايس. ورايس دي احنا بنقولها على اي حد مدور شغلانه كبيره، او في البحر بيقولوا رايس للقبطان، فرايس زي قبطان فكانت شبه اللي هو بقى عليه يعني. مش بس كده، ده استكمالا للقصه اللطيفه اللي حولت حياه جاك سبارو او اللي بقى اسمه يوسف رايس، بيتجوز من بنت ايطاليه هربت من صقليه واعتنقت الاسلام وبقى اسمها ياسمين. وتحول جاك سبارو اللي احنا طايرين بيه ده للاسلام ما كانش سهل ولا وقعه سهل جدا على اهل اوروبا، لدرجه انه تم تاليف مسرحيه كامله عن الموضوع. الكاتب الانجليزي روبرت تابرون سنه 1612 كتب مسرحيه كامله وقدمها عن تحول جاك للاسلام بشكل ساخر جدا، بيصور فيها حياة جاك سبارو اللي كانت مليانة بالخمور والستات وازاي تقرب من الوالي العثماني. وفي الرواية بتقول يعني الكاتب بيقول ان الوالي العثماني ضحك عليه وخدعه وخلاه يخش الاسلام ويتجوز من بنت مسلمة. كمان قدم الرواية دي على المسارح الإنجليزية في عز وقت انتشار المسرح في أوروبا عشان يذيع صيت حكاية جاك سبارو وسط أوروبا وتتحول لفولكلور شعبي، حاجة كده زي الليلة الكبيرة عندنا في مصر. وبالمناسبة القصة اللي دارت في المسارح دي هي اللي تم من خلالها استنساخ قصة فيلم جاك سبارو أو قراصنة الكاريبي، وده بيوضح لنا دور الفن في تزييف الحقائق التاريخية الثابتة الراسخة عبر الأزمان. ده بيحصل كتير جدا، الغرب على طول لازم يطلعوا إن هم كويسين وإحنا الأشرار في رواية أحدهم. المهم ان كل ده ما شغلش جاك سبارو اللي اكتفى بالحياه الهاديه اللي اخيرا لقاها مع حبيبته ياسمين، اللي اكتفى بيها عن كل مغامراته السابقه عشان يعيش مع ياسمين في بيت واحد في تونس الخضراء.
لكن الهدوء اللي كان عايش فيه ما استمرش يعني مدة طويلة على نفس النمط الهادي اللي كان عايش عليه، لأن كان بيحصل في أوروبا ضد المسلمين كان بيتطلب تدخل سريع من القبطان يوسف أو جاك سبارو. اتصادف ان في الاثناء دي او في الوقت ده كانت يعني سقطت الدولة الاسلامية في اسبانيا، واقامت الحكومة الاسبانية محاكم التفتيش للمسلمين. هتيجي تسألني يعني ايه محاكم التفتيش يا سيدنا؟ اقول لك يا سيدي محاكم التفتيش دي كانت شر كبير جدا. افهمك يا سيدي، الجيش الاسباني كان بيمر يفتش البيوت، لو لقى اي حاجه في البيت بتدل على انك شخص مسلم او انت متعاطف مع المسلمين، كنت على طول كده من غير كلام بتتعرض للمحاكمه، ونتيجتها معروفه قبل كده، وتاريخهم دايما بيقول ان كل مشاكلهم مع المسلمين كانت مشاكل يعني غريبه. تتعرض المحاكمه يا باشا، يا هتتعدم يا هترجع تاني عن الاسلام. وده طبعا غير عقوبات الحبس والتنكيل اللي كان بيتعرض لها المسلمين عمال على بطال، فاضطر المسلمين من بره الاندلس ان هم يحاولوا يتدخلوا للمساعده، خصوصا دول المغرب العربي اللي كانت قريبه قوي من الاندلس. ولشده احتياج المسلمين لشخص واعي بالبحر والبر الاندلسي من بره الاندلس، هنا جه دور جاك سبارو. جاك رجع تاني للبحر بس بزي تاني ولبس تاني وهيئة تانية، هيئة ما فيهاش أي خمور ولا فساد، وإنما بطولة وفداء وأخلاق إسلامية حميدة تماما. جاك سبارو انضم للأسطول الإسلامي اللي كان موكل له إن هو يروح للشواطئ الإسبانية ويجيب من هناك الناجين والفارين من محاكم التفتيش اللي شرحتها لكم من شوية، وكان ليه دور مهم جدا. انتوا عارفين هو مجنون من زمان يعني، فواحدة واحدة كده كان بيتحول من إنه ياخد المسلمين من على الشواطئ لانه ينزل يجيبهم بنفسه من قلب الاندلس ويشيلهم على السفن ويرجع بيهم ويهرب بيهم من ويلات محاكم التفتيش. الراجل كان جامد، حاجة كده كريستيانو رونالدو في نفسه. من شدة تفوقه في الموضوع الراجل كان قريب جدا من انه يهجم على الاسبان ويسترد الاندلس منهم ويحدث خلل في النظام السلطوي هناك. لكن طبعا ده ما نفعش ان هو يعمل او ان هو يستمر في الفكرة المجنونة دي نظرا لشدة وحصانة الدفاعات الاسبانية ضده، واكتفى بدوره في تخليص المسلمين من محاكم التفتيش. ولد يا ريس والله. مكاسب كتير عملها جاك سبارو، بعدها رجع واستقر في تونس وقضى آخر أيامه، وتوفى متأثرا بالطاعون سنة 1622 ميلاديا، بعد ما شاف طول حياته رفض المجتمع اللي كان طالع منه لأنه يكون شخص صالح ويمحو ويغفر له كل ذنوبه القديمة دي. لحد النهارده بيتم تشويه صورته وتمجيد صورته القديمة وتقديمها على إنها الصورة الكاملة لحياة جاك سبارو، دليل حي على إن البشر مش دايما بيغفروا قد ما ربنا دايما وأبدا هيغفر ويسامح. يمكن انت اول مرة تعرف قصة جاك سبارو ان هو كان بطل مسلم، او ان هم شوهوا صورته بعد ما كان في حتة وحشة جدا وراح لحتة كويسة. مدى الضرر النفسي اللي ممكن يلحقه البشر لتشويه غيرهم من البشر لمجرد انهم يحسوا بس ان هم احسن منهم. عشان كده انا جيت واخترت ان اكلمكم النهاردة عن بطل شفناه في الافلام على انه قرصان وقاتل وحرامي وكل مشاكل كتير قوي صدرها لنا السينما او صدرتها لنا السينما الامريكيه وعموم السينما الاوروبيه. جاك سبارو طلع فارس من فرسان الاسلام. مساء العسل، جايب لك حته حدوته بقى النهارده مش هتصدق. عارف جاك سبارو؟ عارف فيلم قراصنة الكاريبي؟ الراجل اللي كان بيطلع وفي ناس شكلها غريب وعفاريت ويطلع عشان خاطر ياخد مركب ويهرب ويروح ويجي، طلع في الاخر بطل من ابطال المسلمين. هتقول لي ازاي؟ اقول لك تعالى لي بعد الفاصل عشان احكي لك تفصيله مش هتتخيل ان هي مفاجاه بالنسبه لك. كنت معاكم النهارده في شقه شبرا، ولو الحلقه عجبتك انا عايزك بس تتبسط كده وتعمل لايك وشير وتعمل كومنت وتبعتها لكل اصحابك. تابعونا ان شاء الله عشان احنا العجله بتدور راجعين نشتغل بشكل جامد. اشوفكم الحلقه الجايه.